لو جعانين دلوقتي ما تكملوش الفيديو عشان دي احلى مقلوبة بالبتنجان والفراخ ممكن تشوفوها. هبدأ بالفراخ، انا مقطعها زي الشاورما كده، هحط عليها اي مادة دهنية زيت او سمنة، والبصل بتاعي ملح وفلفل اول ما تستوي وبس كده. انا بحط فيها بطاطس بحمرها الاول قبل البتنجان، وبعد كده بحمر البتنجان. ممكن نحطه في الاير فراير هو البطاطس، بس بصراحة لما بيتقلي في الزيت بيبقى ألذ بكتير. اول طبقة هي البتنجان، بعد كده البطاطس، بعد كده الفلفل الاخضر، الطماطم والفراخ والبصل، واخر حاجة خالص هي الرز. ممكن نحط شوربة فراخ او لحمة، بس انا ما كانش عندي. حطيت معلقة سمنة بلدي وبابريكا وبهارات فراخ معلقة ومعلقة، وسقيت المية لحد ما تغطي الرز، وحطيت اخر حاجة الملح وعود قرفة. التسوية بتبقى زي مدة تسوية الرز. عشان تطلع معانا مظبوطة في الشكل لازم الطاسة او الصينية اللي هنسوي فيها تبقى مش بتلزق. انا زينتها من فوق بسنوبر، ممكن احط سنوبر، ممكن احط مكسرات، زبيب، اي حاجة. وبالهنا والشفا.